أهلا وسهلا بيكم في مخمخة البودكاست اللي تعودنا نتكلم معاكم فيه من قلبنا. ازيك يا دينا؟ ازيك يا سينا؟ نتكلم على ايه النهاردة؟ النهارده هنتكلم على موضوع مهم قوي، موضوع بالنسبه لي يعني بيشغلني كتير قوي قوي. النهارده هنتكلم عن الناس اللي بتساعدنا في البيت. ده موضوع حساس جدا ده. جدا التوبيك ده مهم قوي ان انا كنت نفسي اتكلم فيه، لان الناس اللي بتيجي تنظف وتغسل ساعدنا في البيت. وتساعدنا في البيت وتطبخ لنا، الناس دي تستحق مننا معاملة خاصة جدا، مش الطريقة اللي كتير مننا بيتعاملوا بيها معاهم. انتي عارفة يا دينا، أنا بشوف إن المساعدة أو المساعد يعني اللي معانا في البيت، أنا بشوفها وظيفة زيها زي أي وظيفة تانية. وبستغرب قوي من الناس اللي بتتعامل معاها بطريقة يعني معرفش أسميها مش إنسانية. بالظبط. ليه بقى؟ لأن هم مش حاطين في بالهم إن ال الإنسانة دي هي هنا مش باختيارها، هي هنا عشان ظروفها جابتها هنا. اكيد ما حدش فينا يعني يحب يبقى قاعد في بيت غريب ما يعرفش فيه حد ومش ضامن الناس دي هتعمل فيه ايه برضو. مش كده بس، كمان هي لا عندها اوبشن او اختيار انها هتاكل ايه، هتشرب ايه، هتصحى امتى، هتعمل ايه. ما عندهاش حتى اوبشن تعترض او اختيار انها تعترض على الحاجة اللي مش عايزة تعملها. يعني انت اللي بتصحيها وانت اللي بتأمريها تنام امتى. وكمان حتى في ناس لما بتجيب لها حاجة ما بتقولهاش شكرا. بس انتي عارفة برضو يا دينا ان دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه، في كتير من المساعدات بيحطوا شروطهم. يعني بيسألوكي قبل ما يجي هم هيعملوا ايه، بيقولوا لك مثلا. حقهم. ايوه انا طبعا وعلى فكره دي حاجه صح لان احنا متفقين من الاول، فانتي راضيه وهي راضيه او هو راضي انه يقدم الخدمه او المساعده المطلوبه منه ومتفقين من الاول يعني. فدي برضو حاجه، يعني انا شايفاها انها كويس ان احنا، الموضوع مش مفتوح اي حاجه انا عايزاها كل حاجه اطلعي تشعلقي فوق الدور الثالث وارمي نفسك عشان مش عارفه ايه اللي وقع، ولا اجري اصحي لغايه الساعه الفجر معانا وانتي صاحيه من النهار من لا، ومش من حقها تقول انا تعبانة، مش من حقها تقول هنام، تشيل حاجات تقيله قوي. او تكشر. اه. او تكشر يعني هتلاقي الست بتقول لها انت ضربالي بوز ولا ايه. صح. يعني مش مدينها اي حق من الحقوق. انا مستغربة جدا، مع انهم بقى ساعات بيبقوا ستات طيبة جدا. باجي بقى عند نقطة المساعدة دي بتاعتهم في البيت واقف مستغربة. ولما ناقش حد، مثلا في واحدة كنت لسه بتناقش معاها بقول لها بس هي تعبانة قوي 12، طبعا مش قدام البنت، يعني هي بقى لها 12 ساعة بتشتغل، من ساعة ما صحيت لغاية ما هتدخل تنام 12 ساعة ما ارتاحتش. فلما تيجي آخر ساعتين تتباطأ شوية، تعمل شوية أخطاء مش مقبولة، أكن رابط أو أكنها ملكها، حاجة أنا جايباها ملكي. وبعدين كمان صغيرة في السن جدا، يعني لازم يكون في قانون. دي حاجه بجد مش معقولة بتجنني 12 سنة. موضوع انك تلاقي واحده عندها 9 سنين و12 سنه حتى، بالظبط. ويعني بتلف في البيت كله. ده يعني اغتيال للطفوله. انا بصراحه الموضوع ده بيجنني. عشان كده بقى أنا بقولك موضوع حساس بالنسبة لي. يعني انت زي ما بتقولي 12 سنة وبتيجي تشوف ولادك بيلعبوا وبياكلوا وبيتفسحوا وبيتمرنوا، وهي بلا حياء، تحس بإيه؟ احنا مسؤولين عن الناس اللي معانا في البيت طبعا. بغض النظر صلاتهم بينا ايه. طبعا. ولكن تالي يعني ربنا هيسألنا على كل حد كان عايش معانا في البيت ده وعملتيه ازاي ومسؤوليتك اتجاهه عاملة ازاي. خادم القوم سيدهم صح. فعلا. يعني حتى ما بنبتسمش في وشهم. يعني دي حاجة ظاهرة، بقت ظاهرة بجد. يعني بنعملهم ما بنقولهمش شكرا. فاكرة من كام سنة في رمضان كده كان في تمثيلية، كان جزء من التمثيلية المساعدة اللي معاهم في البيت ولعت فيهم نار. اه، فكرة. يعني بغض النظر عن ان طبعا المسلسل اخدها باكستريم قوي قوي، بس ان هي يعني من كتر القهر طبعا. والمقارنة. هو ده اللي احنا بنربيه جوه نفسيتهم. ما هم بني ادمين برضو في الاخر. ما هي اكيد هتقعد تسرح كده تقول انا ليه ظروفي كده وانتي ظروفك كده. فلما انتي تعامليها بقى بمودة وما تفرقيش بينها وبين اولادك، طبعا اكيد هيبقى في فرق. بس برضو تاكليها قبل ما رحمة. تاكلي. بالظبط. هي الرحمة. بالظبط. تشوفيها تعبانه تريحيها، طبطبي عليها، تقولي لها كلمه طيبه، هتخسري ايه؟ يعني منتهى الانسانيه. بس هي يعني
أنا باشوف إن الموضوع ده الناس كلّها لازم تعيد حساباتها فيه بجد. اللي عايزة أقوله إن الرحمة مش ضعف، والاحترام مش اختيار، ده واجب. يا ريت تشاركونا في الcomment عن تجاربكم مع اللي بيساعدوكم في البيت وإزاي بتعاملوه.